بصوا الفيديو ده بيعرفكم ليه الولاد بيعيشوا اقل من البنات، عشان اللي بيعملوه في نفسهم. بالذمه ده ينفع؟ ده صح؟ ده صح؟ وانا ركز على ايدي. واحد الفيديو ده سكر. بص الولاد بيضحكوا عليه. بالكاسه مستقيم. ده المثل بتاع اللي جه هكحلها عماها. عادي يا ماما. انت منك حماره. كتر خيرك والله. ثانك يو يا ماما. منك حمارة انت شاطرة. لك شو عم تحكي انت؟ منك حمارة انت سكر جميل قوي. والله زعلانة. انت منك حمارة. يا عسل. لك هيك بعرف انه من نحن. نوتي بوي. الولد جميل قوي قوي، لذيذ قوي. بصوا الفيديو ده، انا بصراحه بالنسبه لي انا نفسي اتلخبطت في الاول، كنت فاكراه فعلا طاير، ما فهمتش بقى غير بعد ما هي راحت له وطلع في الاخر معلق الشو بتاعه وواقف عادي على الرخامه او في المطبخ. هنا بقى لما تبقى البنت اعقل من باباها، هي مصدقاه يا عيني. عسل. دي بقى مصيبة فظيعة. بنت مش ممكن جمالها ومش ممكن مش موافقة على أي حاجة. لازم أروح مدرسة. هتقول لهم المدرسة لازم اروح عند رانيا. ممنوع الراحه. نروح شخصية هتبقى شخصية قوية جدا، ما بتهزرش. شو نو لازم أروح أنا وينك تروحي؟ مدرسة. مين تاتا؟ رنوش. رنوش؟ رنوش مين بقى؟ ما فهمتش أنا الحتة دي. ما بدي اروح عند نو مين فينا ما بيحصلوش كده؟ مين؟ بس هي الفكرة ان هي ثبتتها على يعني ثبتتها على النار قوي. بعدين اوكي. بصوا لما عرفت الهاك دي لو طلعت فعلا ينفع تتعمل، يبقى احنا ضيعنا وقت كتير قوي من حياتنا بجد واحنا مش عارفينها، وهتضايق قوي. خصوصا انا عرفتها كده بعد ما بطلت اكل اصلا، مش بس يعني المطعم ده، اوريدي بطلت اكل جنك كتير وبطلت اكل فاست فود الحمد لله يعني. ايه ده بقى؟ انتوا متخيلين انها طلعت بجد؟ احنا كل ده ما نعرفش